زي ما في ممثلين بقوا علامة جودة، في مخرجين برضه أول ما نشوف أسمائهم على أي عمل يبقى أكيد العمل ده في حاجة كويسة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن أحسن 5 مخرجين دراما من وجهة نظري، ويلا بينا نبدأ. المخرج رقم 1 معانا في قائمة النهاردة وهو كريم الشناوي، وأول عمل لكريم الشناوي كان فيلم عيار ناري. لفت الانتباه بأسلوبه المختلف، والفيلم كان كله غموض وتحقيق، وهو عارف يعمل جو إثارة يخليك تركز في كل التفاصيل. ده مش هيغير حاجة باللي حصل. قتيل تعرض لإطلاق ناري من مسافة قريبة. المسافة كانت قد ايه؟ قد اللي بيني وبينك كده. بعدها عمل مسلسل قبيل، برضه كان بيعتمد على الغموض والجريمة، بس كانت مشكلته انه فيه مط كتير لانه كان متكون من 30 حلقة. كانت فين الحنية دي من زمان؟ يا هبت منك ولا ايه؟ بعدها عمل خلي بالك من زيزي اللي اتكلمت عنه قبل كده في حلقة أعمال ملهاش تاريخ صلاحية. بعدها بيعمل أقل عمل ليه من حيث النجاح مسلسل هرشة السبع، وكانت مشكلته إنه بيناقش مشاكل أعلى مننا بكتير من حيث الطبقة الاجتماعية، وده اللي خلاه ما يعلمش قوي مع الناس. بعدها بيعمل أحلى عمل ليه من لأمينة خليل مسلسل لام شمسية. من كتر ما هو مخرج شاطر بيقدر يخليك تتعاطف مع شخصية وسام اللي عملها محمد شاهين، وفي نفس الوقت تكون بتكرهها. بعدها بيعمل فيلم ضي. الفيلم ده كان فيه مشكلتين كبار جدا، بيحاول يخليك تتأثر بالعافية، ومبني على صدف كتير جدا زيادة عن اللزوم. بعدها بيعمل فيلم السادة الأفاضل. الفيلم ده في ناس هيعجبها جدا وناس هتحس انه مش قد التوقعات، وانا بصراحة حسيت انه كان مش قد التوقعات فعلا. انت كان معاك نجوم كتير جدا زي محمد شاهين ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد وانتصار، ما استغلتش اي حد احسن استغلال غير طه دسوقي وميشيل ميلاد وعلي صبحي. عند طلعة محمد جلال مات الله يرحمه. بس انا متفائل جدا باعماله الجايه، وحاسس ان هيبقى فيها تنوع كتير. فمثلا في رمضان 2027 يعمل مسلسل 17 متر مع هشام ماجد، واحد من اكتر الاعمال اللي متحمس لها في 2027. المخرج اللي بعد كده معانا وهو عمرو سلامه. عمرو سلامه من المخرجين اللي بيحافظ جدا على تنوع اعماله، واعماله هنا اقصد الاعمال اللي انا شفتها. فمثلا فيلم لا مؤاخذه بيكون مختلف جدا لانه معتمد بشكل كبير على الطفل، وفعلا بيناقش المشاكل الحقيقيه اللي بتحصل في المدارس. شكلك ابن ناس. وايه اللي جابك هنا؟ يعني عبد الله خلاص اقعد، يعني الحمد لله كلنا مسلمين. بعدها بيعمل فيلم صنع في مصر، فيلم لطيف بس كان اقل من توقعات اجتماع عمرو سلامه واحمد حلمي. وعمرو سلامه قال قبل كده انه بيعتبره اسوأ اعماله. صنع في مصر عمل انا شايف ان شغلي فيه وحش. ليه؟ انا كان حاسس ان انا كنت ممكن اعمل فيه حاجه احسن من كده. بعدها بيعمل فيلم الشيخ جاكسون، اكتر عمل ليه عمل اثاره للجدل، حتى من قبل ما الناس تشوفه ناس كتير رفضته من اسمه. بس بيعمل مسلسل طايع، واحد من احلى اداءات عمرو يوسف وافضل اداء لعمرو عبد الجليل. تحت يا سماح، انا متاكد ان انت دلوقتي مرتاحه في رقدتك، مبسوطه يا حبيبتي، مرتاحه يا بنتي. بعدها فيلم بره المنهج، كان فيلم حلو جدا وقدر يعمل حكايه مختلفه بشكل بسيط وممتع، والطفل عمر شريف بيعمل اداء حلو جدا في الفيلم ده، وخصوصا انه كان اول عمل ليه. بعدها مسلسل بيمبو اللي اتكلمت عنه قبل كده في حلقه اعمال تخلص في قعده، واحد من اكتر الاعمال الشبابيه المختلفه اللي مش واخده حقها خالص. بعدها بيعمل مسلسل برستيج، اسوأ عمل في تاريخه، والمسلسل نفسه كان ضعيف جدا واتكلمت عنه في حلقه اعمال خدنا فيها مقلب. واخر عمل ليه مسلسل ساعته وتاريخه، قدم فيه كذا حلقه حلوين جدا، بس كانت مشكلتهم انهم مختصرين زياده. انا خفت ياخدوها مني، انا ما قصدتش اقتلها، انا كنت بحب فاطمه، كنت بحب امك، انت عارفه. وان شاء الله يرجع اقوى من الاول في اعماله الجايه. المخرج اللي بعد كده معانا هو تامر محسن. تامر محسن من اكتر المخرجين اللي بيعرف يعمل دراما حقيقيه، واول عمل لتامر محسن والفيلم الوحيد اللي من اخراجه فيلم قط وفار بطوله محمد فراج ومحمود حميده، واحد من اكتر الاعمال المظلومه واللي اتكلمت عنه بالتفصيل في حلقه اعمال مش واخده حقها. ايه ده ليه يعني؟ ليه عبيط يعني؟ انا عاوز ملف الكلب ده يجيني هنا دلوقتي. انا هروح اجيب امي. بعدها بيعمل مسلسل هذا المساء، من اكتر المسلسلات اللي اعتمدت على مجموعه كبيره من الشخصيات وازاي كل شخص فيهم بيأثر على التاني بشكل غير مباشر، واياد نصار بيعمل واحد من افضل ادواره في المسلسل ده. بعدها بيعمل مسلسل لعبه نيوتن، واحد من اقوى الاعمال المصريه عموما. في المسلسل ده كان كل الشخصيات ليها جانب طيب وجانب شرير، وده بيزود واقعيه المسلسل. ومحمد فراج عمل اداء خرافي في المسلسل ده. قسما بجلال الله، لولا اني خايف على ابراهيم يكبر ويعرف ان ابوه قاتل ورد سجون
كنت وديتك في 60 داهية. بعدها بيعمل أسوأ عمل ليه من وجهة نظري، مسلسل فقرة الساحر. الفكرة كانت عن مجموعة شباب بيعملوا عمليات نصب. مشكلة المسلسل ده انه جه في الوقت الغلط، كان فيه اعمال شبهه كتير واتنفذت بشكل احسن كمان. وفوق كل ده حسيت ان العمل نفسه مش شبه تامر محسن ومش واخد من روحه في اي عمل بيخرجه. تطلعوا بره الليله دي كلها وتشتغلوا معانا. ايه اللي دخلنا في المدعكه اللي بينكم دي؟ هديكوا 25% من قيمة الدعم. المشكله دي هتاخد قد ايه؟ بحاول الاقي حل، ممكن ما توترنيش. بعدها بيرجع تاني تامر محسن اللي احنا نعرفه بمسلسل قلبي ومفتاحه، واكتر حاجه بتميز اعماله العلاقات بين الشخصيات. كمان دياب قدم واحد من افضل ادواره بشخصيه اسعد في المسلسل ده اللي اتكلمت عنه قبل كده في حلقه حبه فوق وحبه تحت. وفي النهايه تامر محسن هيفضل من المخرجين اللي حتى لو عمل وحش هفضل مستني العمل اللي بعده واشوف ازاي هيعوضني. المخرج اللي بعد كده معانا هو الشدير مسعود. المخرج ده من وجهه نظري بقى من اهم المخرجين في مصر، رغم انه ما عملش غير 3 اعمال بس وكل عمل افضل من اللي قبله. فمثلا بيعمل مسلسل منعطف خطر، واحد من احلى مسلسلات الجريمه المصريه ومن اقوى الاعمال على شاهد. بعدها بيعمل مسلسل موعد مع الماضي اللي اتكلمت عنه قبل كده في حلقه اعمال تخلص في قعده، وده فعلا من المسلسلات اللي مستحيل تشوف منه اول حلقه وما تكملوش. وطريقه اخراجه كان فيها طابع اجنبي حلو جدا لانه من اعمال نتفليكس الاصليه. وانا كأم يعني كنت المفروض اتصرف ازاي؟ انا كان لازم احميك يا علي. لو عاوزاها حرب هنشوف مين اللي هيكسب. بعدها بيعمل مسلسل عين سحرية اللي من وجهة نظري أفضل عمل لعصام عمر، وكان واحد من أفضل المسلسلات في رمضان 2026. وطريقة إخراجه كانت بتزود الإثارة في التوتر في كل حلقة من المسلسل. هنضرب النهارده هتطلع 9 مليون. مين اللي حق يزعل اكتر؟ طلعني من دماغك بدل ما بقيتك في دماغي. وده اللي مخليني متحمس جدا اشوف اول عمل سينمائي من اخراجه هيكون عامل ازاي. واخر مخرج معانا في قائمه النهارده هو المخرج محمد شاكر خضير. واول مسلسل لمحمد شاكر خضير كان مسلسل جراند اوتيل. من اول حلقه في المسلسل ده تحس ان المسلسل ده فعلا متعوب عليه، وفي ديكور من افضل ديكورات المسلسلات المصريه، لدرجه انك هتحس انك بتنضف عينك وانت بتتفرج عليه. كمان واحد من احلى اداءات محمد ممدوح بشخصيه امين. بعدها مسلسل في كل اسبوع يوم جمعه، بالنسبه لي احلى مسلسل دموي في مصر، واتكلمت عنه قبل كده في اول فيديو على القناه، وكنت شايف ساعتها ولسه شايف انه افضل عمل على شاهد. دي ليلى هتعيش معاك هنا، خلي بالها منك، تساعدك في كل حاجة. مين بقى الشاب اللي كان معاك كده؟ انا مش فاهمه انتوا بتتكلموا عن ايه. بعدها مسلسل تحت الوصاية اللي كان أكبر من مجرد مسلسل حلو، ووصل تأثيره إنه غير قانون الوصاية في مصر. بعدها مسلسل إخواتي اللي كان أحلى عمل في رمضان اللي اتعرض فيه، وأكتر حاجة بتميز المسلسل إنه أغلب أحداثه غير منطقية وفي نفس الوقت اتعمل بشكل واقعي. هو اللي شايفه ده بجد؟ لا احلاه. حقك عليا يا احلام، انا السبب في كل ده، بس والله العظيم مش بايدي. انا شفت اللي في الشنطه وهسلمك. عارفه الدنيا دي عامله زي ايه بالظبط؟ زي ايه؟ المرأة اللعوب. واللي جاي بقى انا متحمس ليه جدا لانه هيعمل فيلم موسم التين بطولة احمد مكي وريهام عبد الغفور. وبس كده، لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وقول لي كنت تعرف كام واحد من المخرجين اللي اتكلمت عنهم في حلقه النهارده، ومين اكتر واحد بتحبه فيهم، ومين اكتر واحد شايف انه اديته اكتر من حجمه. استنوني الفيديو الجاي، وسلام.